السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. بنرحب بكل مشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا كمان يا ست الكل. ما تنسيش اللايك الحلو اللي بنستناه منك، واللي بيشاهد القناة لأول مرة يسعدنا جدا طبعا اشتراكك. يلا بينا، احنا مش محضرين اي حاجة، كل اللي انا عارفاه ان انا عايزة اعمل لهم فطار حلو النهاردة برضو كده بحاجات يعني مش مبالغ فيها جدا. يلا بينا ندلع الفطار وخلينا نقول على بركة الله. مش هقول مقادير عشان الفطار ما يبقاش طويل عليكي. انا عندي فرخة ونص وعندي ملوخية. يلا بينا نعمل كده صنفين من الاكل اللي عندنا ونقول على بركة الله. كل اللي انا عملته دلوقتي دول كده فرخة ونص. طب انا عندي هنا اللي بيحب متحمر واللي بيحب صينية، انا لازم اراضي جميع الاطراف. عملت ايه دلوقتي؟ طبعا الفراخ دي كانت مغسولة ومحطوطة جوه الفريزر، يعني كده اديت لهم فكه خفيفه تحت الميه علشان اعرف بس اقطعهم، لاني ما كنتش عامله حسابي ان انا هعمل كده وكده. بس وانا كده جايه قلت ايه، انا لازم ادلع الفطار برضو النهارده. عملت ايه بقى دلوقتي؟ عملت 4 بصلات كبار. يلا بينا نروح على البوتاجاز ونشوف هنبدا بايه. عبال ما قطعت الفراخ كنت حطيت حله الميه دي على النار. عندي معلقه كبيره، خدت معلقه كبيره اهو من البصل اللي احنا بشرينه، 4 فصوص حبهان متكسرين، شويه فلفل اسمر، خليهم كده يغلوا 5 دقايق. يلا على البركه، بسم الله. الميه غلت اهي. تعالي بقى نحط هنا ورك كده مع صدرين يتسلقوا، عشان طبعا عايزين شوربه للملوخيه، وقلنا علشان اللي عايز كده ياكل واللي عايز كده. نيجي بقى لبقيه الفراخ. بصي بقى انا هنا كده بسم الله هدي كده الفراخ شق كده علشان بس تشرب التتبيله بتاعتها. الفراخ طبعا عشان لسه متجمده فالحركه فيها بصعوبه. هعمل كده برضو في نفس الحكايه في الورك. يلا بينا عصره ليمونه حلوه كده، عندي نص ليمونه كبيره، اديها نص ليمونه كبيره كده. عايزه تخليها ليمونه مفيش مشكله، انا زودت نص ليمونه كمان علشان تديها طعم حلو. انزلي بقى بربع كوبايه زيت كده، كسرت 4 فصوص من الحبهان عليها. كل بقى اللي انا هقوله ده نص معالق صغيره، نص قرفه، نص فلفل اسمر، بهارات الفراخ ربع معلقه عشان بحس ان هي فيها مراره شويه، نص معلقه كاري، وربع بابريكا كده برضو، وملح معلقه صغيره، ربع معلقه سكر صغيره علشان الفراخ تبقى طعمها حلو جدا والصوص بتاعها يبقى حلو وتبقى طريه كمان في نفس الوقت. ننزل بقى بالبصل اللي احنا عاملينه ده، بقيه البصل كله، واديهم بقى هما كده الاتنين مع بعض تقليبه قويه. حطينا معلقتين زيت في الصينيه. لو انت عندك وقت اعمليها وسيبيها في التتبيله دي لمده ساعتين. طب لو ما عندكيش وقت زي حالاتي اقل واجب يعني نص ساعه. نبتدي بقى كده. انا الصراحه بقى بحب البصل كده يبقى في ارضيه الصينيه. ليه بقى؟ لما بيستوي كده بيبقى مكرمل وبتبقى بصراحه حالته حاجه كده يعني فوق الجميله. هنسيبها بقى لمده نص ساعه كده. جيت بقى على طبعا اللي انا حطيت فيها تبلت فيها الفراخ على نفسها زي ما هي كده ببقيه التوابل اللي فيها، وحطيت معلقه صلصه مش مليانه قوي هدوبها. خلاص يلا بينا بقى كده ننزل بيها من الجناب علشان نحطها لمدة نص ساعة على البوتاجاز من فوق، وبقية الوقت تكمل سواها في الفرن. هنا بقى اخترت اعلى نار عندي وحطيت الصينية وغطيتها كده علشان نص ساعة، وهدخلها الفرن وتخش كمان على فرن سخن جدا. احطها على الصاجة مش الشبكة. شوية ملوخية فلاحي بقى مفيش كلام، هيطلعونا شوية ملوخية. احلى ملوخية هي الملوخية الفلاحي، الملوخية الصغيرة دي هي دي الملوخية الفلاحي. مش هنخرط، هناخدها نضربها في الكبة. ضرب الملوخية في الكبة علشان تديكي نتيجة كويسة لازم الملوخية تكون مندية حاجة بسيطة جدا. انا الملوخية دي بصراحة جايبها من امبارح وغسلاها وحطاها في المصفى في التلاجة. يلا بينا نضربها. خلاص سيبناها نص ساعة على نار عالية. يلا بينا بقى ندخلها الفرن لمدة كده حوالي ساعة، ساعة و10 دقايق. انا جايبة كيلو ملوخية، هنا حطيت كوبايتين شوربة، الكوبايه الكبيره شويه. اعملي الملوخيه بالطريقه دي وواحده مني والله هتاكلي احلى شويه ملوخيه. عندي مكعب ماجي مفروم اللي هو مبشور يعني من المبشره الصغيره،
نص معلقه كزبره، نص معلقه ملح صغننه خالص من اللي هي المعلقه الصغيره، ربع معلقه سكر. خلينا ننزل بالحاجات دي في الشوربه. خلاص قلبت طبعا الحاجات اللي انا نزلت فيها. على نار هاديه بقى هنعمل الملوخيه بتاعتنا. اول ما تنزل كده نبدا نحل فيها. بعد بقى ما حلينا الملوخيه، بصي الجمال، مش قادره اقولك بتبقى حلوه قد ايه. حطينا بقى معلقه سمنه نقلي للملوخيه. حطيت هنا معلقه كزبره على نص معلقه ثوم صغيره، يعني كده حوالي 5 فصوص. اول ما تبقى ذهبي خلاص كده يلا بينا بسم الله. بصي بقى عود الملوخيه ان شاء الله. ما بنغطيش الملوخيه علشان ما تسقطش. بالنسبه لي بقى لو ما عملتش التسبيكه الفلفل دي جنب الملوخيه يبقى الملوخيه كده ناقصها حاجه. طب وليه ما نعملها؟ زي ما انت شايفه كده حطينا شويه زيت. عندنا هنا 3 فصوص ثوم. دهبت التومه. ننزل بنص كيلو من الطماطم المبشوره. نعلي بقى النار عليها وهنزل عليها ب3/4 كوبايه ميه واسيبها تتسبك على نار عاليه. نص معلقه فلفل اسمر وكمون زيها وملح زيها، حوالي كده معلقه خل. بعد 10 دقايق تعالي نشوف الصلصه. الله على الجمال اتسبكت. عندي هنا فلفل كوبي وكمان فلفل حار في النص كده. الطريقه دي احسن من الآلية بكتير. الفلفل بيبقى طعمه حلو جدا كده شارب من الصلصه وكمان مدي الصلصه طعم حلو جدا. هدي بقى عليهم النار لمده 10 دقايق كمان. اخر حاجه بعملها بقى هي الرز. نزلت بحته سمنه ومعاهم شويه زيت صغيرين كده علشان الرزايه بتاعتك تبقى مفلفله وجميله. ننزل هنا بشويه شعريه حلوين كده. انا هعمل 3 كوبايات، يعني هنزل بنص كوبايه شعريه. خلاص حمرنا الشعريه من نفس الكوبايه اللي هعاير بيها. هحط كوبايه الميه، هحط 3 وربع على 3 رز. نص معلقه ملح. اول ما الميه والشعريه يبداوا يغلوا هنزل بقى كده بالرز بتاعنا بسم الله. اول 10 دقايق كده نار عاليه وبعد كده هنوصل النار عليه. مخلصين على الفطار بالظبط ساعه الاذان بالظبط. الحمد لله ان احنا طبعا لحقنا نعمل اكل كده. بصي الفراخ دي بجد والله رهيبه جدا، مش قادره اقولك بتبقى طعمها خطير قد ايه. والملوخيه الخضراء بتاعتنا وتسبيكه الفلفل. وانتي بقى يا ست الكل لو عجبتك القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.